لوفي ضد كايدو والمعركة ما بينهم جامدة جدا. هاكي جبار من الاتنين بيقسم السما نصين، كشف ضوء القمر من جديد، تحول نيكو ماموش وانوروشي لشكل السولونج بتاعهم وبسرعة جنونية وبقوة جبارة منهم. بيهاجم كل منهم على جاك وبير اسبرو بهجوم قوي جدا، بيهزمهم هما الاتنين وبيقفوا هما الاتنين منتصرين في المعركة وفرحانين. يا زعيم ما تبصش للقمر عشان ما تتحولش من جديد. لا ما تقلقيش عليا يا واندا، انا متصاب اصابات كتيرة فمش هتحول حتى لو بصيت. في معركة السطح ياماتو ومومونوسكي عمالين يبصوا للسما ومذهولين من اللي بيحصل. انا قرأت ده قبل كده في مذكرات اودين. قرأت ايه يا ياماتو؟ لما تصادم روجا واللحية البيضاء مع بعض في المعركة بيقولوا ان السماء انشقت برضه، وده كان دليل على قوة الخصمين. في الطابق الثالث ايه اللي بيحصل بالظبط فوق يا جماعة؟ كل شوية السقف عمال يقع علينا ليه؟ كايدو ولوفي واقفين ضد بعض، ياماتو واقعة على الارض وعمالة تنزف دم ومتأثرة بضربة ابوها الاخيرة. لوفي بيصرخ عليها ياماتو ساعد الواد الجبان ده انه يخرج من هنا. انت بتقول لي مين اني جبان يا لوفي؟ لو مش جبان يبقى اثبت غير كده وقاتل. خلاص اسكت انت بس، انا عارف انا هعمل ايه. الناس ما بتتغيرش في ثواني يا لوفي. ياماتو بتروح تركب على ظهر مومونوسكي. ما تقلقش يا مومونوسكي انا جنبك، واسفه اني سبتك قبل كده. كايدو واقف غاضب وبيشوف ياماتو ومومونوسكي عاوزين يمشوا من المكان، وبسرعه كده بيروح يهاجم عليهم. مومونوسكي مرعوب وخايف منه، بيحاول يهرب وياماتو بتصد ضربته اللي بتكون قويه جدا ومش عارفه تصدها. لوفي بسرعه هو كمان بيمسك كايدو من رقبته وبيحاول يبعده عنهم. لوفي بيصرخ على ياماتو انها تمشي من هنا بسرعه. انا عارفه يا لوفي انت عاوز تنفرد بيه لوحدك. لوفي بيضحك ايوه يا ياماتو هو ده اللي انا عاوزه. مومونوسكي عمال يصرخ ويعيط ويقول انا هقع من فوق. ياماتو اهدى وركز يا مومونوسكي، انت عارف ان التنانين بتعمل غيوم وبتطير عليها؟ مومونوسكي فعلا بيقدر يعمل غيوم وبيطير عليها. ايه ده؟ الجزيره بتنهار ليه؟ هو ايه اللي بيحصل يا ياماتو؟ غيوم اللهب بتاعت ابي بدات تضعف، معنى كده ان قوه كايدو بدات تضعف هي كمان، وغيوم اللهب بتاعته مش قادره تشيل الجزيره وهتقع في اي لحظه. بس دي كارثه يا ياماتو، لان الجزيره دلوقتي فوق عاصمه الزهور في بلدوانو، ولو نزلت على بلدوانو هتدمر العاصمه كلها والناس اللي فيها هتموت كمان. مومونوسكي واقف هو وياماتو ومش عارفين يعملوا ايه. في حل واحد بس يا مومونوسكي، ايه هو يا ياماتو؟ قولي بسرعه. انت ممكن تقدر تعمل غيوم زي كايدو بما انك تنين يعني، وترفع بيها الجزيره للسما. انت بتقولي ايه يا ياماتو؟ ده انا لسه متعلم الطيران دلوقتي، وكمان انا ما عنديش القوه اللي عند كايدو دي. لا يا مومونوسكي انت صنعت غيوم لهب وواقف عليها كمان، معنى كده انك تقدر تصنع غيوم لهب انت كمان وتكون بقوه كايدو. وبسرعه يا مومونوسكي عشان مفيش وقت. مومونوسكي واقف مش عارف يعمل ايه، والضغط شغال عليهم من كل مكان. بلدوانو قدامه وخلاص على وشك الهلاك. في قلعه انغوشيما في القابو تحت في مخزن مليان اسلحه ومتفجرات، يعني لو قلعه انغوشيما وقعت على بلدوانو هيحصل انفجار جامد جدا وهتتدمر تماما، ومن الصعب جدا انهم يخلوا المكان كله في الوقت ده. لوفي وكايدو عمالين يهاجموا على بعض بهجمات قويه جدا بتزلزل المكان كله. الناس في عاصمه الزهور عمالين يرقصوا ومش واخدين بالهم من الكارثه اللي جايه عليهم. وفي طابق العرض كينج بيهاجم على الكل سواء من حلفائه او الساموراي، والساموراي مش عارفين يروحوا فين هم كمان. فرانكي واقف على جنب وفجاه بيلاقي اللي بيطير يمته وبيخبط فيه. ايه ده؟ زورو انت بخير؟ ايوه يا فرانكي شكرا انك مسكتني. ايه اللي بيحصل معاك؟ اللي اسمه كينج ده قوي جدا. طب انت محتاج مساعده؟ لا مفيش داعي. زورو بياخد انفاسه بصعوبه وهو واقع على الارض. في اليمه الثانيه بنشوف كوين. ايه اللي بتعمله ده يا كينج؟ كده قطعت ديلي؟ يا راجل ديلك بس، يا ريتني كنت قطعت رقبتك بالمره. كينج بيتحرك وماشي في اتجاه زورو وفرانكي. زورو معلش يا فرانكي بس لازم تبعد شويه. تمام ماشي ربنا معاك. كينج بيتحول لقوه الوحش بتاعته وبيطير اتجاه زورو بسرعه جدا. زورو بيستعد هو كمان ومستني كينج، وبيحصل تصادم بين الاتنين جامد جدا، لكن برضه قوه الدفع والسرعه كانت عند كينج، وبيطير زورو بعيد وبيخبطه في الحيط كمان، وبيهاجم تاني في نفس اللحظه على زورو، وبيخرجوا هما الاتنين بره القلعه. وبسرعه فائقه من زورو وهو طاير بيهاجم على كينج وبتيجي فيه. بيلحق زورو نفسه وبيقف على الارض قبل ما يقع في بلدوانو، وبيقف كينج وزورو في وش بعض من جديد. وبنشوف كينج وهو متصفي القناع بتاعه، وبيظهر انه انسان زينا كده مش وحش ولا حاجه. داخل القلعه وفي غرفه الضيوف تحديدا بنشوف عملاء السي بي وهم بيبلغوا عن التنين الجديد اللي ظهر من شويه ده. اكيد الفاكهه دي اللي صنعها فيجابانك اللي قلنا عليها اختراع من اختراعاته الفاشله، بس حاليا التنين في صف الاعداء. هو بيقصد انه في صف لوفي يعني. سيبكم من التنين ده، المهم جهزوا في حاله ان كايدو خسر فحكومه العالم هتفرض سيطرتها على بلدوانو وهتكون تابعه للحكومه العالميه. وفي اسطول من البحريه متجه يمة بلدوانو حاليا وهو
هو جاي لكم دلوقتي في حاله ان كايدو خسر ولا حاجه. واذا كايدو ما خسرش ففي مهمه واحده ليكم بس هتعملوها، هي انكم هتقبضوا على نيكو روبين حالا. في اليمه الثانيه بروك بيهاجم على اتباع كايدو وروبين بتشجع فيه عشان مش قادره تحارب. في الخارج الغيوم مش عايزه تظهر يا ياماتو، اعمل ايه؟ لازم تحاول اكتر يا مومونوسكي، بلد واني كلها بتعتمد عليك. مومونوسكي قلقان وعمال يحاول لكن برضه الغيوم مش عاوزه تظهر معاه. ياماتو بتسيبه وبتطلع لفوق للسطح وبتعرفه انها تروح ترمي شويه من الكنابل اللي في مخزن الاسلحه عشان تقلل الضرر في حاله ان نوغوشيما وقعت ولا حاجه. في طابق العرض كوين بيهاجم على سانجي، سانجي بيحاول يصدها وعمال يهاجم عليه ومش عايز يسيب له فرصه خالص، وبيكون عاوز سانجي انه يستخدم بدله جيرمي ويحاربه بيها، وسانجي بيرفض طبعا وبيقول له ان كل ما بيلبسها بيحس بشيء غريب في جسمه او اشياء بتتغير من جواه. كوين بيهاجم على سانجي بالليزر بتاعه، سانجي بيتفاداها وبيطير يضربه ضربات سريعه ورا بعض بتطيره بعيد، لكن كوين مش سهل برضه، بيقف تاني وبيبدل تطور الهجين بتاعه لقوه الوحش بتاعته وبيقف بالطول، وفجاه بنشوف رقبه كوين بتخرج من جسمه وبتلف حوالين جسم سانجي. الساموراي وسانجي كلهم مصدومين من الهجوم ده، ازاي يخرج راسه من جسمه؟ بيفضل يضغط على سانجي برقبته وعاوز يحطمه. كوين عاوز سانجي يستخدم تقنيه الجيرمي، معرفش ليه بس اكيد في سبب ما هو عاوز يعمل كده، لكن برضه سانجي بيرفض. وفجاه تاني بنشوف بقيه جسم كوين بيهاجم بمدفع منه، لكن بتيجي في كوين ذات نفسه وسانجي بيتحرر بس بيكون متكسر على الاخر وبيقع على الارض. بعدها بشويه بيرجع جسم سانجي زي الاول، سانجي جسمه بدا يتغير زي اخواته، ممكن دي كانت قوته الاصليه بس كانت عاوزه تتمشط ولا حاجه. بيرجع كوين لشكله الهجين بتاعه وبيطلع السيف وبيضرب بيه رقبه سانجي، لكن وفجاه المعجزه اللي ما كانش حد مصدقها، سانجي كسر السيف برقبته من شده صلابه جسمه. الكل واقف مصدوم ومش فاهمين ايه اللي بيحصل ده. بيقول كوين انه فاكر ان ابوه اتكلم على حاجه زي كده قبل كده، زي صلابه الجسم والتعافي السريع وتكون مشاعرهم بارده جدا. سانجي اول ما بيسمع الكلام ده بياخد بعضه وبيطلع يجري. سانجي رافض فكره بس انه يبقى زي اخواته، لان اخواته زي ما احنا عارفين كلهم قتله، الكل عمال يضحك عليه وبيهاجم عليه في نفس الوقت، وكوين عمال يهاجم عليه بالليزر بتاعه هو كمان. في اليمه الثانيه بنشوف البيج مام وهي عماله تهاجم على كيد، كيد واقع على الارض ومش قادر يتحرك. لو بيصرخ على كيد انه يتفادى هجومها لكن ما بيتحركش برضه، لحد ما لو بيطير وبيهاجم هو عليه بالصعقه بتاعته، لكن ده برضه ما بيكونش كفايه انه يوقف البيج مام، وبتنزل بالسيف بتاعها على كيد وبترجع تقف قدامه من تاني، وكيد مرمي على الارض قدامها وما بيتحركش. بعد شويه بيفوق كيد بعدها وما بيكونش فاهم حاجه ازاي الهجمات دي بتجيله كل شويه، وبتيجي كمان هجمه لكيد في جسمه ومش عارف الهجمه دي جات له منين. في الطابق الثالث كيلر ضد هوكيز، هوكيز عمال يضرب نفسه في الصخور اللي جنبه، وكيلر واقع على الارض وعمال يقول له بطل اللي انت بتعمله ده، لكن برضه ما بيبطلش وعمال يضرب في نفسه لحد ما بيقف وبيفضل يتريق عليه وبيقول له انه مش مصدق ان شخص زيه كده اكل فاكهه صمايل. وبنشوف كمان اعضاء الطاقم بتاعهم واقفين حواليه وعاوزين يساعدوه، لكن برضه كيلر بيرفض. بيروح هوكيز وبيضرب كيلر، وكيلر ما بيصدش هجومه ولا حتى بيهاجم عليه، وبيقول في نفسه ان هدف كيدو انه يهزم يونكو لان الشخص ده احلامه كبيره جدا. هوكيز بيقول ان الاشخاص اللي زي دول ما بيتهزموش وانهم عندهم قوه جباره جدا ومن الصعب جدا ان حد يفكر يهزمهم اصلا. بيقف هوكيز وبيطلع السيف بتاعه في ايده وبيكون عاوز يقطع دراعه الشمال. بيساله كيلر هيحصل ايه لو اتلقيت انت الضرر بدل الشخص اللي انت معاك الروح بتاعته؟ بيقول له هوكيز انا مش عارف انت بتتكلم على ايه، لكن طالما معايا روحه فاي ضرر اطلقاه في جسمي او في اي مكان اتعور فيه صاحب الروح هو اللي بيتصاب منها وفي نفس المكان كمان. وبسرعه كيلر بيروح هو يقطع دراع هوكيز الشمال، بيصرخ هوكيز على دراعه اللي انقطعت وفجاه بتخرج منه روح القائد بتاع الكيد، وبيقول له هوكيز انت كده برضه قطعت دراع القائد بتاعك. بيعرفوا كيلر ان دراع كيد الشمال مقطوع اصلا، وبيتحول هوكيز لقوه الوحش بتاعته وبيهاجم على كيلر، لكن كيلر بضربه واحده وبسرعه جامده بيقدر يقطع وحش القش بتاعه، وبسرعه تانية بيهاجم على هوكيز وبيقدر يقطعه وبيهزمه اخيرا، وكيد بيستعيد قوته من جديد وبيكون سعيد جدا. في اثناء الوقت ده بنشوف ابو والعمالقه الثلاثه واقفين مع دريك وبيكونوا عاوزين يتعاونوا مع دريك عشان يهزموا كايدو، وبيوافق دريك في الوقت ده. بس في الطابق الاول نامي وأوسب راكبين على الزرافه دي وعمالين يهاجموا على اتباع كايدو، وفجاه بنشوف نص جسم عمال يجري وبيطلب المساعده. ايه ده؟ مش ده بيشبه كيمون؟ بيجري أوسب بسرعه وبيمسك فيه وبيطلع ان ده كيمون فعلا. بيساله انت فين؟ لكن ما بيكونش كيمون سامعه عشان ودانه بعيد. بيعرفوا مكانهم وبيقول لهم روحوا هناك، وبيلزق في الزرافه وبيمشي بيه. بنشوف كيمون وهو شبه ميت وبيقول ان جسمه ما اتلصقش كويس بعد ما له قطعه، وانه لازم يدور على شخص ينقذ كيكيو. وكمان بنشوف كانجورو اللي بيكون لسه عايش، واوروتشي كمان بيطلع عايش هو كمان، وبينادى على كانجورو وبيقول له ان جه الوقت ان يقفل ستار المسرح وانه لازم يرسم النار
النار المشتعله لعائله الكوروزامي. وبيقوم كانجورو هو متصاب وبيبدا يرسم وحش ناري كبير جدا على شبه السلايم كده، وبيأمره انه يمشي ويولع في القلعه كلها. والسلايم الناري ده ماشي وعمال يحرق اي حاجه في وشه. الاخبار بتلف القلعه ان في وحش عمال يولع فيهم. وفي اليمه الثانيه بروك وروبين بيقاتلوا اتباع كايدو اللي واقفين قدامهم. وفي نفس الوقت بيبدا السي بي يتحركوا للقبض على روبين. وماركو بقى الاغماد التسعه بيقاتلوا هم كمان. واعضاء طاقم قبعه القش كل واحد منهم قدامه الخصم بتاعه. اوروتشي قاعد على جنب وبيقولوا ان عارف ان في مخزن اسلحه ومتفجرات ضخم في القابو تبع القلعه، والوحش الناري متجه لهناك وهيفجره كله وهيفجر قلعه الغشيمه معاه. وياماتو هي كمان متجهه يمه مخزن الاسلحه. والبيج مام عماله تهاجم على وحش كايدو اللي صنعه بقوته، وبتقدر بضرباتها دي انها تحطم الوحش بتاع كيد وبتخرجه منه. بيفتكر كيد ذكرياته هو ولو وبيساله انت ايقظت الفاكهه بتاعتك ولا لا؟ ولو بيرد عليه ايوه ايقظتها، لكن مشكلتها انها بتاخد طاقه الجسم بشكل غير طبيعي. بنشوف لو هو بيعمل روم حوالين المكان وبيضرب البيج مام بيه، وبتكون ضربته قويه جدا وبيوقع البيج مام على الارض. لكن برضه البيج مام بتقوم تقف تاني وبتهاجم على لو، وكل ضربه ليها بتدمر في المكان كله. المعركه مشتعله بين الكل، لوفي على السطح والضربات بين الاتنين مزلزله المكان كله، والكل عمال يقاتل ويحارب من اجل البقاء. يا ترى ايه اللي هيحصل بالظبط؟ وهل قلعه اونوغاشيما هتتدمر ولا لا؟ ده اللي هنعرفه في الحلقه الجايه. ما تنسوش الاشتراك واللايك يا جماعه، ويا ريت ما تطنشوش بعد اذنكم، والله بيفرق مع كل صانع محتوى عشان ده بيساعد في انتشار الفيديو مش اكتر. وشكرا لكم على الفيديو اللي فات، وشكرا لكم دلوقتي. وما تنسوش انكم تصلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسلام.